تشكل النساء نحو 49% من المجتمع الريفي، ويؤدين دورا أساسيا في استدامة القطاع الزراعي، إذ يشكلن نسبة معتبرة من القوى العاملة فيه. نسبة النساء العاملات في الزراعة تبلغ 7.7%. نسبة العمل النسائي في الإنتاج الحيواني تبلغ 87%. نسبة العمل النسائي في الإنتاج النباتي تبلغ 54%. نسبة النساء دون ملكية أرض زراعية تبلغ أكثر من 84%. كما تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة العامة في فلسطين 17.8%، فيما تبلغ نسبة البطالة بين النساء الريفيات نحو 30%. تواجه النساء الفلسطينيات خصوصاً المزارعات اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، تتمثل في القتل والضرب والاعتقال ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية وهدم وتخريب المنشآت الزراعية والآبار وشبكات المياه، واقتلاع وقطع وتكسير الأشجار المثمرة، وسرقة المواشي والمعدات والمركبات الزراعية. ويساهم اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين في تمكين المزارعات اقتصادياً واجتماعياً لمواجهة التحديات المختلفة وتعزيز مكانتها ووصولها إلى مراكز صنع القرار. أجت فكرة الائتلاف النسوي من إيماننا بأنه المرأة المزارعة الفلسطينية اللي هي رمز الصمود والقوة والتحدي لازم يكون لها دور مميز، فحاولنا أنه نجمع من جميع المحافظات والمواقع بؤرة عشان إحنا نشتغل فيها مستقبلا في المواقع نفسها. طبعا إحنا ما بننسى أهلنا بغزة وإخواتنا والمزارعات، وإن شاء الله رح يكون لهم نصيب كبير بالعمل معنا عند انتهاء الحرب فعليا. موجودة هين من أجل قديش ممكن إني أستفيد من هاي الورشات، وقديش ألاقي ناس حاضنة لأن في أمس الحاجة في الوقت الحاضر ضمن ممارسات الاحتلال علينا كمزارعين. يعني إحنا اليوم بطول كرم إسرائيل بتحاول قديش ممكن إنها تسيطر على الأراضي الزراعية، وخاصة في الآونة الأخيرة لما أصدرت قرارات في عدم العمل في الأماكن الزراعية هاي. يعني إحنا كمزارعين 40 سنة أعطونا وقف عمل من 3/9 لليوم في المزرعة اللي أنا 40 سنة أنا وزوجي وولادي بنشتغل فيها. أكثر لحظة كانت صعبة عنا في المخيمات لما طلعنا من بيوتنا ونزحنا مع أهلنا وما كان في إيدنا ولا أي إشي. صراحة كانت الدنيا كتير برد، لحد الآن متذكرة البرد اللي كان موجود، إنه ما كان معنا أي إشي، بس إحنا كان جواتنا اللي هو القهر، الظلم، الخوف، المعاناة اللي حرفيا إحنا قاعدين بنمر فيها. الذكريات، هل إحنا رح نرجع لهاي الذكريات ولا خلص راحت؟ هل إحنا رح نرجع لدورنا ولا لا؟ ما رح نرجع لها. صراحة كان أصعب إشي كنا نعيشه داخل المخيمات. إحنا كل مرة كل يوم كنا نموت 1000 موتة بس عشان نضل واقفين على أرضنا وصامدين داخل بيوتنا في المخيمات. نعاني أول إشي كمزارعين ومربي ثروة حيوانية من مصادرة الأراضي الزراعية والرعوية، من سرقة الأغنام والحيوانات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل المستوطنين يطلقوا على نفسهم فتيان التلال. عندنا إحنا بكفر مالك منطقة عين سامية معروفة طبعا للمي، انحرم تقريبا 50 ل 60 مزارع من دخول فيها. بين فترة وفترة بنزلوا بيخربوا آبار المياه على أساس ما حدا يستفيد وما توصل المي للناس. دير بلوط بتقع من الجهة
الغربية من سلبيت آخر منطقة محاطة بالمستوطنات بالرعاة الإسرائيليين، محاطة بجدار الفصل العنصري. فيها سهل بتكون 1000 دنم، في 450 سيدة بزرعن فيه. اعتمادنا على الزراعة، في زيتون مشهورين أخرى بزراعة الزيتون. عندنا مضايقات كثيرة من قبل الجيش، وعندنا اللي هي بوابتين، بوابة من الجهة رفات وبوابة من جهة دير بلوط. مرات بتتسكر البوابات بنصير كسجن. في عندنا منطقة اسمها وادي قانا. وادي قانا مشهورة عنا بالخضروات، منها البرتقال، الليمون، الثروة المائية اللي موجودة فيها، الينابيع. هي عبارة عن مخرج أو متنفس وحيد لقرية أهل ديريس أو محافظة سلفيت أو المحافظات الأخرى، بيجوا بزوروها دائما وأبدا. لكن في الوقت الحالي للأسف الشديد ما بنقدر نوصل هاي المنطقة. الأسباب اللي هي كنا عنده الاحتلال سرق مية الينابيع، فيها 7 ينابيع مية انسرقت كلها، بشفتوها للمستعمرات. الخضار اللي هي البرتقال، الليمون، هاي الأمور كلها. المزارعات طبعا بتقطفوا وبتحطوا في بوكس وإشي، كنا نصدر، هسه فيش تسويق ولا إشي، فبنبيعوا محلي بأسعار الأثمان. خربة طانا موجودين فيها بقعة مستوطنين، طردوا الأهالي. هاي طبعا طانا تابعة لبيت فريق. تم طرد الأهالي سكان طانا، طردوهم ورجعوا على البلد، وتم إقامة المستوطنين داخل طانا نفسها. وهذا الحكي بترتب عليه كثير خسارات، لأنه سكان طانا هم مزارعين وأصحاب ثروة حيوانية، خسروا كثير بالأراضي من العشب. يعني الراعي قوتهم الأساسي، الحيوانات قوتها الأساسي هو العشب أو الماء. سيطروا على الماء وسيطروا على العشب، طردوهم من البلد كلها. الستات كانوا بيشتغلوا بالزراعة بجنب الرجل إيد بإيد، بس جدار الفصل العنصري أثر على هذا الحكي، لأن المرأة بطلت تقدر توصل لأرضها، بطل فيها الدخل اللي للأسرة.